وزي ما شفنا الجزء اللي فات لما جه مفتش من الحكومة لفندق الريح وعمل 3 اختبارات ونجحوا في اختبار النظافة، أما الأمان والتصنيف فشلوا فيهم. وده لأن المفتش مصمم إن الفندق يفشل في كل الاختبارات وبيتلكك ليهم. وبعدها قرر المفتش إن الفندق مش ملائم للضيوف ومش على المعايير اللي حددته الحكومة وهيتقفل مؤقتا. تفتكروا جانغ هيوافق فعلا على قرار المفتش ولا هيحاول يجدده ويرجعه أحسن من الأول؟ تفتكروا ليه المفتش مصمم على فشل الفندق؟ كل ده وأكتر هنعرفه سوا النهاردة. بس قبل ما نبدأ أفكرك تشترك في القناة وتفعل الجرس وتديني اللايك، ويلا بينا نكمل. وبنشوف بعدها جانغ بيقول للمفتش: طب معلش هسألك سؤال أخير، هو كده سبب قفل الفندق إننا فشلنا في الأمان والتصنيف صح؟ طب لو عملنا تحسين للحاجات دي كده هنقدر نشغل الفندق تاني؟ وبيستغرب المفتش وبيقول في نفسه ان ليه جانغ بيسأل عن التفاصيل دي وهو مجرد صاحب فندق حقير. وبيسكت المفتش شوية وبيقول لجانغ انه وفقا للقوانين فهو وقتها يقدر يفتح الفندق من جديد. وبيسأله جانغ عن مين الشخص اللي أمر بموضوع تفتيش الفندق، وبيقول له المفتش: انت لو عرفت مين الشخص ده انت هيغمى عليك، لان هو في منصب كبير جدا صعب عليك تتخيله. هو شخص الناس الطبيعية اللي زيك ما يقدروش يقابلوه طول حياتهم. وبيمشي المفتش هو والحراس بتوعه، واول ما بيمشي جانغ بيدخل في نوبة ضحك هستيري وبيقول في نفسه: مش عارف انا بضحك ليه، بس انا مش مصدق ان رغبتي في العيش كشخص طبيعي اتحققت اخيرا. ولكن هو تمن ان اعيش حياة طبيعية ان اضطر اتكيف مع السلطة واخفي نفسي. ووقتها الكل بيستغرب عن ليه جانغ بيضحك وهم دلوقتي محطوطين في مصيبة كبيرة والفندق هيتقفل. بس بيقول جانغ ان يتجمعوا كلهم علشان هيقول حاجة مهمة. وبيبص جانغ بره الفندق وبيقول في نفسه ان اكيد في ناس مراقباه وهم موجودين فوق اي مبنى ومش باينين لان المباني كتير. بس برغم كده بيحس بوجودهم عادي، وبنلاقي ان فعلا في شخصين بيراقبوه وهما الاخ الرابع والاخ الاصغر جينجو. والاخ الرابع بيبقى مصدوم من ان جانغ حاسس بوجوده وبيقول في نفسه: ده احنا على بعد كبير عنه، ازاي قدر يكتشفنا؟ ده شكل قوته زادت، لان لما راقبتك قبل كده اول حاجة هنغتشوه ما خدش باله اصلا مني، بس كان حاسس ان في حد بيراقبه. ما طبيعي بقى، ما هو القبطان الابدي لفريق التنين القرمزي، ولما كنت صغير وقابلته اول مرة كان قوي جدا وكان هو التابع لطائفة الودانغا ودايما بينصح الجنود اللي في الطائفة وبيدلهم عن ازاي يبقوا اقوى. بس بيستغرب الاخ الرابع عن ان ليه جانغ بيضحك بالشكل ده وبيقول ان كان المفروض جايين علشان يقابلوه ويعيشوا تحت حمايته، ولكن بما انه بيضحك ومبسوط كده فهو مش هيظهر له دلوقتي ويبوظ سعادته. ووقتها جين بيبقى متضايق وبيقول للاخ الرابع: هو احنا ليه مستخبيين كده وكأننا حرامية؟ ده احنا جايين نقابل فرد من عيلتنا ما شفناهوش بقالنا كتير. وبيقول له الاخ الرابع ان ما ينفعش يتكلم عن جانغ بالشكل ده لانه مدين ليه بحاجات كتيره، وكمان ظهورهم لجانغ في الوقت ده هيخليه يفتكر حاجات هو مش عايز يفتكرها. بس اللي هيقدروا يقدموه الفتره دي لجانغ ان يحموا فندق الرياح بشكل سري من اي مكيده هتحصل، وبكده هيساعدوه انه يعيش حياه طبيعيه. وبيروح الاخ الرابع هو وجين للفندق وبيلاقي على الباب ورقه ان الفندق مقفول مؤقتا. وبيعرف الاخ الرابع ان اكيد حد رمى بلاه على جانغ وقفل الفندق. وبنروح لجانغ اللي بيبقى متجمع هو وكل افراد الفندق وبيقول لهم: ما تبقوش محبطين كده، انا برضه غلطان علشان فتحت الفندق وهو لسه ناقصه تجهيزات كتيره، وانا قريب قوي هخلص التجهيزات وهاخد الاذن من الحكومه ونفتح الفندق تاني. ووقتها بيقول وو تشان انه خايف من المفتش لان كان زي ما يكون جاي بس علشان يقفل لهم الفندق، فاكيد بعد كده هيتلكك لهم على اي حاجه علشان يقفلوا تاني. بس بيطمنوا جانغ وبيقول انه مفيش حاجه زي دي هتحصل. وبيعتذر هيو من جانغ انه كان واحد من اسباب اغلاق الفندق، بس بيقول له جانغ انه ما يعتذرش لانه خلاص بقى جزء من عيلتهم. وبيقعد بقى الكل يعتذر من جانغ وبيسكتهم جانغ وبيقول ان اللي حصل ده مش ذنب حد وهم محتاجين بس يعملوا شويه استعدادات للفندق وكل حاجه هتبقى زي الفل. وبعدها
جانغ بيسأل وو تشان عن ان ازاي هيبقى عنده شهادة طبخ، فبيقول له وو تشان ان ده هيحصل عن طريق انه يدخل مسابقة الطبخ العظيمة او مسابقة طبخ الموت الذهبي، ودول اشهر مسابقات طبخ في هانغ تشو. وبنعرف ان اللي بيشارك في المسابقات دي حوالي 200 شخص، واللي بيفوز فيهم لازم يعترف بمهاراته رئيسين الطبخ، ومن وسط ال 200 4 بس اللي بيفوزوا. وبيقول له جانغ انه واثق فيه، ولو اشترك في مسابقة من دول هيفوز اكيد، وده بإثبات من رئيس الطبخ اللي كان في جناح القمر النظيف. وبيفرح وو تشان بثقة جانغ فيه، وبيوعده انه هيفوز في المسابقة. بيقرب جانغ على هيو وبياخده وبيقول له انه عايزه في حاجة مهمة، وبيروح بيه لتشولو. وبيعرف جانغ انه عارف بحوار المفتش اللي جه قفل الفندق، وبعدها بيسأله تشو عن السبب اللي جابه لهنا. فبيفاجئه جانغ وبيقول له انه عاوز يتجمع بعائلة نامجونج اهل هيو، ويا ريت يقدموا ليهم. وبيقول تشو انه اكيد عايز يعمل كده بسبب ان هيو كان من اسباب قفل الفندق، بس بيقول له تشو انه هيظبط الدنيا ويخليه يقابلهم. بس هيو بيبقى متوتر، وبيقول لجانغ انه يرجع عن اللي هيعمله علشان مدير العيلة هو عمه، وهو مش مستعد يقابله لانه المسؤول عن كل اللي حصل لهيو، وهو اللي دخله لعالم القمار. بس بيطمنه جانغ وبيقول له انه معاه ومش هيحصل له اي سوء. وبيقول جانغ في نفسه الواد ده بيشبهني في الماضي، وشكل علاقته بعمه هي اللي خلته يعاني طول حياته وبقى شاب ضايع. وبيروح تشو وبيجيب لجانغ إذن لمقابلة عم هيو مدير العيلة، وبيروحوا لعم هيو. وأول ما بيشوف هيو بيقول له إن إيه اللي جابه هنا بعد اللي عمله، بس بيقول له جانغ بص من غير هري كتير، هيو متسجل في قائمة الجنايات، فأنت هتقدر تساعده يخرج منها، وبعدين هو زعيم العشيرة على علم بالموضوع ده. وبيرد عم هيو لا طبعا، هو زعيم العشيرة هيشغل باله بمواضيع تافهة زي دي. وبيتعصب جانغ وبيقول ان الموضوع ده مش تافه ولا حاجة، ده ممكن يبوظ سمعة العيلة اصلا. وبيقول العم انهم مش معترفين بهيو انه فرد من العيلة اصلا، بعد ما بقى شاب فاشل مضيع وقته في القمار. وبيستغرب جانغ من رد فعل عم هيو وعن هو ليه متعصب قوي كده، فبيقول لهيو انهم هيسيبوه يهري مع نفسه ويروحوا لعشيرة نامغونغ. وبيتعصب عم هيو اكتر وبيقول ان هيو اذنب، استحالة حد من كبار العيلة هيسامحه وهيشيل اسمه من قائمة الجنايات. وبيطلع طاقة بنفسجي من العم من كتر ما هو متعصب. وفي اللحظة دي هيو بيخرج عن سكوته وبيقول له هو انت ليه يا عم بتكرهني للدرجة دي؟ هو انا عملت لك ايه لكل ده؟ وبعدين انت ما كنتش كده معايا وانا صغير، كنت بتعاملني زي ابنك. وبيرد العم انا كنت بعمل كده علشان كنت فاكرك انك هتساعد هيوك يبقى رئيس للعشيرة، بس ما كنتش اعرف ان انت اللي عايز تبقى الرئيس، وقعدت تتدرب في السر علشان تعمل كده. بس هيو بيقعد ينكر كلامه وبيقول ان ده سوء تفاهم، بس هيو مش بيسمع ليه. وبيقول جانغ في نفسه انا دلوقتي فهمت ليه عم هيو مش عاوز يقابل رئيس العشيرة، لانه شخص عادل، واول ما يعرف ان هيو تاب عن اللي كان بيعمله هيسامحه وهيديله فرصة. وبعدها جانغ بيقول للعم انه يوافق على انه يشيل اسم هيو من الجنايات، ووقتها مش هيروح لرئيس العشيرة. وبيدورها عم هيو في دماغه وبيقول انه موافق، بس اهم حاجة هيو ما يحاولش يروح خالص لعشيرة نامجونج، علشان لو ده حصل هيقتل هيو بايده. وبنروح بعدها لمجلس حكومة هانجز هو، وهناك بنشوف جيوم وهيون وده المسؤول عن مجلس الحكومة، وبيدخل على مساعد الجنرال جونج واسمه بون هوا، وبيرحبوا ببعض. وبو بيدخل في الكلام على طول وبيقول لجيوم انه المسؤول عن غزو يوان وسبيس، وسمع ان المتبقيين من يوان وصلوا لطريق حاكم الذهب في هانجز هو. وبيتصدم جيوم من انهم عايشين لانهم المفروض يخسروا ويموتوا بسبب عدم امتلاكهم اي قوة، بس بيقول له بو ان الحوار ده سر في الجيش وما ينفعش يتكلم فيه بصوت عالي والا رقبته هتطير. وبعدها بيقول بو صحيح انا سمعت ان فندق الرياح راحوا مفتش من الحكومة وقفلوا، يا ترى اللي عمل كده؟ وبيتوتر جيوم اول ما بيسمع كده، وفي اللحظة دي بيعرف بو انه مخبي حاجة.
وبيستنى بو ان جيوم ينطق ويقول السبب، لكنه بيفضل ساكت، ولسه بو هيسيبه ويمشي بس بيوقفه جيوم وبيقول له ان اللي ورا اللي حصل هو اللورد مون. وبيقول بو انه اكيد عمل كده علشان فاكر انهم مرتبطين بالمنغوليين، ولكن ده اعتقاد غلط، ولو فضل ده تفكيره هيحصل بحر من الدم في القصر. وجيوم مش بيبقى فاهم اي حاجه خالص، بس بيسأله بو ان ليه اللورد مون هو اللي حشر نفسه في موضوع فندق الرياح. فبيرد جيوم وبيقول ان اللورد ملوش اي علاقه بفندق الرياح، هو بس ادى اوامر بقفل الفندق، وده لان علاقته كويسه بفندق العاصفه اللازورديه، فقرر انه يقفل اي فندق منافس لفندق العاصفه. وبيقول بو في نفسه انا كده فهمت حقيقه بقايا يوان، دول بيخططوا انهم يعملوا شيء خطير في هانغ تشو، ومتاكد ان اللورد يون ملوش علاقه اصلا بالموضوع، وجيوم كان بيشتغلني. بس المهم دلوقتي ان اساعد جانغ انه يرجع الفندق بتاعه. وجيوم وقتها لما بيحس ان بو عرف نوايا ليوان فبيقرر انه مش هيجي تاني جنب فندق الرياح، وبيرجع جانغ هو وهيو للفندق، وهيو بيشكر جانغ جدا لانه السبب اللي خلاه يواجه عمه وهيشيل اسمه من الجنايات، ووقتها سمعة هيو هترجع كويسة، والمفتش لما يجي مرة تانية مش هيقدر يقول نص كلمة عليه. وبكده بيبقى فاضل ان وو تشان ياخد شهادة الطبخة، وبيقرب جانغ عليه وبيسأله عن المسابقة، وبيعرف ان المسابقة قدامها 3 ايام بس وهتبدأ، وده عامل ضغط كبير على وو تشان لانه مش هيلحق اصلا يتدرب في ال3 ايام دول. وبيقول له جانغ يا عم ما تبقاش مضغوط كده، لو ما عرفتش تشترك المرة دي اشترك المرة الجاية عادي. بس بيفاجئه وو تشان بالرد وبيقول له انه بيفكر في انهي نوع من الاكل اللي هيقدمه في المسابقة، وهو مش مضغوط ولا حاجة، هو كل همه ان الفندق يرجع يشتغل تاني زي الاول. وبيروح وو تشان علشان يتدرب. في اللحظة دي بيحس جانغ بحد بيفتح باب الفندق، وبتدخل بنت متنكرة في هيئة راجل وبتقول انها جاية علشان تقابل هيو. وبيجي هيو واول ما البنت بتشوفه بتجري عليه وبتضربه لانه كان وحشها ومش بيسأل عنها. وبنعرف ان البنت دي هي اخت هيو الصغيرة واسمها يون، وبتقول له ان اثناء ما هو كان مضيع وقته في القمار هي انضمت لجناح رؤية البرق وبقت القائدة هناك. وبيتصدم هيو لان المكان ده خطر جدا، بس بتقول له ما يقلقش وهي جاية هنا علشان تراقبه علشان ما يرجعش لسكة وحشة تاني. وبيروح هيو يجيب شاي، ويوم بتقرب على جانغ وبتشكره لانه كان بيعامل هيو زي ما يكون فرد من عيلته بالظبط، وبتبدأ تحكي له عن السبب اللي خلى هيو اتطرد من العيلة، وهو علشان كان شخص فاسد وهي نفسها كرهته، ولكن بعد ما انضمت لجناح رؤية البرق عرفت وقتها ان هيو مظلوم والعشيرة هي السبب في اللي حصل له، ومن وقتها قررت انها تحمي اخوها بعد ما بقت قائدة في الجناح. وبيقول جانغ في نفسه البنت دي شكلها تساعد هيو قوي في نفسه يبقى احسن، وبتشكر هيو لانه سدد ديون هيو انقذ حياته. وبيستغرب جانغ من انها عرفت الموضوع ده، فبتقول له انها عندها معلومات عن كل حاجة بس ما تقدرش تجمع معلومات عنه، وبتقول له انه اكيد شخص مميز وهوايته من الدرجة الاولى. فبتسأله عن الحاجات اللي كان بيعملها في ماضيه، ويا ترى هو كان من المكتب الشرقي ولا حرس للحدود. وبيقول له جانغ ان مش لازم تعرف ماضيه، المهم دلوقتي انه بيجاهد علشان يعرف يعيش حياة طبيعية. وبتقرر انها هتناديه بأورا بوني وده زي شتيمة كده. وبيجي هيو وبيجمع كل افراد الفندق وبيقدم يون ليهم، وبتقول لهم يون انها هتشتغل على حمايتهم الفترة اللي جاية. ولما هو بتعرف ان يون بتنده جانغ بالأوروبوني بتتضايق جدا لان ما ينفعش تقول له كده، ودي اول مرة تشوفه فيها. وبنروح لمسابقة الخط الذهبي للطبخ، ووو تشان بيبقى قلقان شوية من رئيسين الطبخ اللي هيخسروه، بس بيقول له انه مش هيهتم بكلام اي شخص عنده وهو واثق من نفسه مهما حصل. وبتبدأ مسابقة الطبخ، ووو تشان بيقدم طبقه للرؤساء والكل بيبقى متوتر ان وو تشان يخسر، وهو بتبقى متضايقة وبتقول في نفسها يا ريت جانغ كان هنا علشان يشجع وو تشان، ولكن مش عارفة هو ليه الحكومة استدعته على الصبح كده. وبتظهر نتيجة المسابقة ووو تشان بيبقى من الأربعة اللي فازوا، بس بيقول رئيس من اللي موجودين إن الطبق اللي قدمه تشان كان بسيط جدا وأي حد يقدر يعمله، فعلشان كده هيتناقشوا في قرار هل هو يستحق الفوز ولا لأ. ولكن في اللحظة دي بيجي الطباخ الإمبراطور الأعلى يونغ وبيقول أنا عندي رأي مختلف،
طبق ووتشان مميز ومش طبق عادي ولا حاجة، وهو أفضل واحد في المنافسة دي، ووقتها محدش من الرؤساء بيقدر يفتح بقه بعد كلام الإمبراطور، فبكده يكون ووتشان فاز بجدارة. وبنروح لجانغ وهو كان عند المفتش بو، وهناك قال له انه يتخلى عن مدينة هانغتشو ويسيبها ويمشي احسن له، بس كل اللي مضايق جانغ انه ما كانش موجود مع ووتشان في المسابقة. بيجي ووتشان وبيقول لجانغ انه فاز، وبكده كل مشاكل الفندق اللي كانت السبب في قفله اتحلت خلاص، ودلوقتي قادرين انهم يروحوا للحكومة ويفتحوا الفندق من اول وجديد. وجانغ بيقول في نفسه عن الطباخ الامبراطوري يونغ انه صديق للجنرال جونج، ووقتها جانغ بيقول ان كويس انه ما كانش موجود، علشان لو كان موجود استحالة الامبراطور كان هيقف مع ووتشان. وبنروح للحكومة وهناك الامبراطور يونغ بيبقى قاعد مع ابوه مساعد الجنرال جونج، وبيقول له انه خلى ووتشان فاز كمحاولة منه انه يرد له جميل واحد من جمال الجنرال عليه، وبيسأل بو عن اللي بيحاولوا يعملوه، فبيقول له بو احنا بنحاول ما نخليش حاجة تحصل لجانغ لانه بيحاول يعيش حياة طبيعية، بس العالم مش عايز يسيبه في حاله، وانا هساعد اخويا الكبير جانغ انه يعيش حياه كويسه مهما كلفني الامر. ووقتها الاخ الاصغر جيم بيبقى واقف بره سامع كل الكلام اللي بيدور، وبيقول ان لازم يقولوا لجانغ عن سبب عودتهم، وبيروح جانغ لجيوم علشان ياخد منه اذن اعاده فتح الفندق، وفعلا بيديله، وبيروح جانغ الفندق وبيفتحه، واول ما بيفتح بيلاقي جيش من الزباين جايين، وبيقولوا انهم كانوا مستنيين اليوم ده بفارغ الصبر، وكل اللي في الفندق بيشتغلوا بكل طاقتهم وهم مبسوطين جدا. وبنروح لجيوم اللي بيروح له المفتش وهو متعصب وبيقول له هو انت ازاي اديته اذن انه يرجع يفتح الفندق؟ انت نسيت انه مقفول بامر من اللورد مون. وفي اللحظه دي بيدخل ناس من الحكومه، وبيقول واحد منهم انه جاي بامر من جلالته علشان يكشف الفساد، وبيقرب على المفتش اللي قفل لجنغ الفندق وبيقول له انت يا غاية كلب، احنا اكتشفنا انك مذنب باضطهاد رجل بريء من طائفة الحاكم الذهبي، وكمان انت اسأت استخدام سلطتك علشان تجمع ثروة، فعلشان كده احنا جايين نقبض عليك. والمفتش غاي بيحاول ينكر ولكن بيتقبض عليه في وقتها، وبيقول له شخص ان لو اكتشفوا ان في قضايا مرفوعة ضده فوقتها كل افراد عيلته هيترموا في الشارع وكل ممتلكاته هتتحطم وهينزل لمستوى العبد، وبياخدوا وبيمشوا. وبنشوف عربية بخيل وحواليها جنود كتير، وفي اشخاص من بعيد مراقبين الوضع، وبيقول واحد منهم يا ترى في ايه جوه العربية دي، وليه الجنود اللي حوالين العربية حاسين بالتوتر كده؟ احنا لازم نروح نسألهم. ولما بيسألوا واحد من الجنود بيقول ان العربية دي فيها مجرم من العيلة الامبراطورية، علشان كده بيعامل معاملة خاصة شوية، وبيسألوا المراقبين عن اللي ممكن يساعدوهم بيه، وبيقول الجندي انهم يبقوا مسؤولين عن انهم يأكلوه، والمراقبين بيبقوا معترضين، بس بيقول لهم الجندي ان من ساعة ما اخدوا المجرم ده وهرب 3 مرات من الجنود و2 منهم انتحر. وبيتصدم المراقب وبيقول ان ده معناه ان المجرم ده قوي وخطر، علشان كده خلى الجنود انتحروا، وده كمان ممكن يقتلهم لما يقدموا له الاكل، بس بيقول للجندي ان الاسره الامبراطوريه عايزه تعمل معاه مقابله شخصيه وهم ملزمين انهم يوصلوه لهناك بامان، وبيدي الواحد من المراقبين الاكل علشان يقدمه للمجرم، وبيحذره بانه يسمع اي كلمات ممكن يقولها المجرم ويديله الاكل بس ويمشي، وكده كده ايده ورجله مربوطين بسلاسل. وبنعرف ان المجرم اسمه بانيا هون، واول ما يفتحوا باب العربيه عليه بيطلع يهرب منها وبيهجم على الجنود وبيقتل فيهم، وحرفيا الارض بتبقى عباره عن بركه دم. وبنروح لفندق الرياح، وهناك ووتشان بيجيب زمايله ليه علشان تساعدهم في الطبخ في الفندق بسبب ضغط الشغل، وبتقول يون لجانغ انه يخلي باله من شخص قريب من الفندق وهو شعره خشن وجسمه مليان ندوب. وهنا يون بتقصد المجرم اللي هرب، وهي عرفت بوجوده من تقرير جايلها من جناح رؤية البرق. والمجرم بانيا هون عمل عمليات إجرام لمدة 8 سنين، وكمان كان عامل تمرد ضد الإمبراطور الحالي يونغ، والحكومة بعتت 100 شخص علشان يقبضوا عليه، ولكن قتلهم كلهم ونجا من تحت إيده 10 أشخاص بس. وممكن نعتبره وحش قاتل جاي يدمر البشرية ومحدش قادر عليه. يون لما بتعرف انه موجود في المدينة بتقلق وبتتمنى انه يبقى بعيد عن المكان اللي فيه اخوها، لان مش بعد ما قعدت سنين تدور عليه يتقتل على ايد بانيا هون. وبنروح لشوارع المدينة، وهناك بيبقى ماشي بنت واخوها، وبتتفاجئ البنت ان الفلوس اللي معاها اتسرقت،
بس بيطمنها أخوها وبيقول لها إنه هيروح يجيب فلوس تاني علشان يقدروا يصرفوا بيها على نفسهم خلال فترة إقامتهم في المدينة. وبتزعل البنت جدا وبتقول في نفسها أنا كنت جاية مع أخويا علشان أحميه في رحلته، ولكن دلوقتي أنا بقيت عبء عليه. بس أنا فاكرة إن كان في شخصية في الموريم اشتغل كطباخ علشان يكسب فلوس، وفعلا بقى معاه فلوس كتيرة، فأنا هشتغل زيه وهجمع فلوس تساعدنا في رحلتنا. بس الأهم دلوقتي أدور على فندق نقيم فيه وما يكونش غالي. وبتقعد البنت تدور لحد ما بتلاقي قدامها فندق الرياح، وبتقابل جانغ وبيدخلها وبيقدم لها أكل، وبتقعد بقى تحكي له قصة حياتها وإن هي جاية مع أخوها علشان تحميه برغم إنه قوي وعنده فنون عسكرية، ولكنها برضه بتخاف عليه لأنها سمعت إن في شخص خطير في مدينة هانغتشو ولازم يتقبض عليه. ووقتها بيقول جانغ في نفسه إن أكيد قصدها على الشخص اللي يون قالت له عليه الصبح. وبتقعد برضه مع هوا وبتقول لها إن أخوها من طائفة ولانغ، وبتعرض على جانغ إنها هتقعد في الفندق مقابل إنها تشتغل فيه، وبيوافق جانغ. وبتفرح البنت وبتروح علشان تجيب أخوها للفندق، وبيبص جانغ على الطريق اللي هي ماشية فيه وبيلاقي المجرم بان باهون موجود وسط الناس وبيبص لجانغ وبيتوتر جانغ. وبنشوف بان باهون بيقول في نفسه الراجل ده مش نفس نوعي لدرجة إنه اكتشفني من وسط الناس. وبيقرب بان على جانغ وبيسأله لو في أوضة فاضية في الفندق علشان يبات فيها، بس بيقول له جانغ لا للأسف احنا مش بنقبل الضيوف اللي جايين جواها نية للقتل. وبيرد بان وبيقول له انه هو كمان جواه رغبة للقتل، وبيقول جانغ انه فعلا جواه رغبة للقتل ومش بينكر كده. وبيلاحظ جانغ ان في علامة تقييد على ايد بان ودي من السلاسل اللي كان مربوط بيها، وبيسأله عن السبب. وبيقول بان انه كان مسجون بتهمة انه خائن الامبراطور، ودي المرة الاولى ليه انه يتجمع مع شخص من نفس نوعه. وبيقول له جانغ انه بعد عن ساحة المعركة وبقى مهتم دلوقتي انه يعيش حياة طبيعية مع عيلته في الفندق. وفي اللحظة دي بيتحول بان وبيقول له عيلتك دي انا هاخدها بعيد عنك، ووقتها هتبقى قاتل زيك علشان بس تحميهم مني. ولسه جانغ هيهجم عليه ولكن بيهدي بان وبيقول له ان ده مش مكان يدخلوا فيه قتال سوا، فعلشان كده بيطلب منه انه يجيله عند غابة شمال البحيرة الساعة 3. وبنروح للأخ الأصغر جين وبو بيطلب منه إنه يودي رسالة للإمبراطور يونغ من غير ما حد يشوفه، وفعلا جين بيعمل كده. وبيجي الليل وجانغ بيروح للمكان اللي بان قال له عليه، وأول ما بيوصل لهناك بيهجم بان عليه وبيديله بالبوكس في وشه، بس جانغ بيقدر يتفادى الضربة وبيهجم بان تاني وبيدي جانغ بالرجل في وشه، ولكن جانغ بيمسك رجله وبيشيله وبيحدفه بعيد بيخليه يلبس في جذع شجرة، ومن قوة بان الشجرة بتقع. وبيقوم بان وبيقرب على جانغ وبيقول له ان ازاي حد زيه شغال في فندق، فبيقول له جانغ انه بيعمل كده علشان بيحاول يعيش حياة طبيعية. وبيضحك بان بسخرية وبيقول له طبيعة مين يا حبيبي انت وحش، ومهما حاولت تعيش حياة طبيعية مش هتعرف تعمل كده ابدا. بس جانغ بيتحداه وبيقول له انه هيقدر يعمل كده عادي، وبيحذره بان وبيقول له انت لازم تتقبل حقيقة انك وحش وانك مش شاطر غير في قتل الناس، ولو ما تقبلتش ذاتك هيموت كل اللي حواليك. وبيفضل بان يهجم على جانغ، بس جانغ بيتعصب من كلامه وبيهجم هو عليه وبيطيره بعيد. وبيقول جانغ في نفسه معقول لو ما كنتش رحت الجيش كان زماني قاتل مفترس كده زيه. وبيقول له بان بصراحة انت قوي لدرجة اني اتفاجئت بيك، بس عموما هخلص عليك هنا. ووقتها بيسأله جانغ عن هو ايه اللي جابه لمدينة هانغتشو، وبيقول له بان مفيش سبب معين، انا بس جيت لهنا علشان المكان مليان ناس وهقدر املى معدتي بيهم، ولكن دلوقتي بعد ما قابلتك انت من الناس اللي بهتم لامرهم فلقيت انك افضل حد ممكن املى بيه معدتي. وبيتعصب جانغ عليه وبيقول له ان لو ما مشيش من المدينة في اقرب وقت هيقتله، بس بيقول له بان ان في سبب لوجوده هنا وهو انه عاوز يقتل الامبراطور. وبيسأله جانغ عن السبب فبيقول له بان ده لاني اتعرضت للاعتقال من الجيش الخاص بالامبراطور، وبعدين انا عندي فضول اشوف قوة قائد الجيش ده. وبيسيب جانغ وبيمشي، بس اثناء ما هو ماشي بيقول ما تبقاش قلقان قوي من وجودي، اصلا لو قعدت هنا فترة اطول ده هيضرني، انا هخلص مصلحتي وماشي.
وبيقول جانغ في نفسه انه اكيد رايح دلوقتي لقصر الامبراطور. وبيرجع جانغ للفندق وبيلاقي هوايون قاعدة بتعيط، وبيجري عليها يشوفها مالها، وبيلاقيها حزينة على اهلها ونفسها تلاقيهم، فبيهديها جانغ وبياخدها وبيدخلوا الفندق. وتاني يوم البنت بتجيب اخوها وبييجوا، وبيقول ان اسمه بايك، وبيسأل جانغ عن ازاي هيدفع له تمن الاقامة بتاعته هو واخته في الفندق، بس بتقول له اخته انها هتشتغل معاهم بفلوس الاقامة. وبيبص جانغ على بايك وبيقول في نفسه الولد ده عنده طاقة كبيرة مش عارف قيمتها، وكمان جسمه متغطي بطاقة بتحميه من أي هجوم مفاجئ بغض النظر عن الهجوم ده هيجي من أنهي اتجاه. وبتقول هو لبايك إنه يقدر يساعدهم في موضوع إنه يجيب لهم الطلبات اللي عايزينها، وبيوافق بايك. وجانغ بيقول لبايك إنه عايزه في كلمتين، وبيقول بايك إنه جه هنا علشان بينفذ أمر من العيلة الإمبراطورية، وإنه يلاقي مجرم دمر قافلة المرافقة كلها. وبيقول جانغ في نفسه أكيد قصده على بان، وحاليا هو بيطارده. وبيسأله جانغ عن هيعمل ايه لما يلاقي المجرم، يا ترى هيقتله ولا ايه. وبيحس جانغ ان بايك ما قتلش اصلا حد قبل كده، فازاي بقى هيتعامل مع بان لما يشوفه. وبيقول له بايك اوامر العيله الامبراطوريه هي اني اقبض على المجرم وما اقتلوش. وفي اللحظه دي بيقول جانغ على فكره الحوار ده مش سهل، هو بما انه مجرم ودمر قافله الحراسه كلها فاكيد هيكون عنده خطط احتياطيه في حاله لو الدنيا اتقلبت عليه، فأنا متأكد إنهم مدينك تصريح تقتله لو الموضوع احتاج مش كده. ووقتها بايك بيستغرب جانغ وبيقول له إنه عنده فضول يكتشف هوايته ويعرفه أكتر، وبيعرفه جانغ عن نفسه. وبايك بيسأله إنه لو شاف راجل دراعه عليه علامات بالسلاسل فهيبقى ممتن ليه لو قال له عليه. وبعدها بيمشي بايك هو وأخته وبنروح للطباخة اللي جابها وتشان واسمها سوجو، وبتبقى قاعدة تأكل وتشان في بقه وقاعدين بيحبوا في بعض. وجانغ بيبقى قاعد باصص لهم بقرف، وبيطلع يقعد لوحده وبيقول له هوايون انه مش مرتاح للبنت سوغو. وبتقول له هوايون ان حاسه انها بتتظاهر بحب وتشان لكن هي نظرتها غامضه. وبيقول جانغ في نفسه انا لازم اخد حذري منها وابقى مراقبها من بعيد. وبعدها بيروح جانغ علشان يتصنت عليهم، وبيلاقي ان البنت سوغو بتقنع وتشان انه يسيب فندق الرياح ويشتغل في فندق هيدفع له فلوس اكتر. وبيقول لها وتشان ان عنده ولاء لجانغ وما يقدرش يسيبه، ولو على الديون بتاعتك انا هجمع الفلوس حاجه حاجه كده وهدفعهم. وبتتعصب سوغو وبتعيط دموع تماسيح كده، وبتقول له انه مش بيحبها وبتسيبه وبتمشي. وبيروح جانغ لتشولو وبيسأله عن البنت سوغو دي لانه مش مرتاح لها، واول ما تشو بيسمع اسمها بيتعصب. يا ترى مين البنت دي وتابع مين؟ وتفتكروا المجرم بانيا هون هيقدر يعمل ايه مع الامبراطور؟ وهل بايك هيقدر يلاقي بان ويقبض عليه؟ كل ده واكتر هنعرفه سوا الجزء اللي جاي، فياريت بقى يا صاحبي تشترك في القناة وتفعل الجرس وتديني اللايك والكومنت الحلو اللي زيك تقديرا ليا ولتعبي. بس كده اشوفك على خير ويلا نقول سلام.